لماذا وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجيش المصري بأنه خير أجناد الأرض؟ الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون. هل سمعت يوما حديث النبي الذي يقول: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض؟ ولكن هل تساءلت يوما لماذا خص النبي الجيش المصري بهذا الوصف؟ وما السر وراء قوته عبر التاريخ؟ اليوم سنكشف الحقيقة التاريخية والدينية وراء هذا الحديث، وسنعرف لماذا ظل الجيش المصري عبر العصور درعا للأمة الإسلامية. الواحد، الحديث النبوي، هل هو صحيح؟ الحديث رواه ابن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر وأخبارها، وله طرق عدة، ولكن معناه أقره العديد من العلماء. النبي قال هذا الحديث حين تحدث عن فتح الصحابة لمصر، وكان يشير إلى قوة أهلها وثباتهم في القتال. لماذا وصفهم النبي بأنهم خير أجناد الأرض؟ التاريخ يشهد الجيش المصري تصدى لأقوى الغزوات، من الهكسوس إلى المغول إلى الصليبيين وحتى الاحتلال الحديث. الإيمان والصبر، المصريون يتميزون بتحمل المشاق والصبر في الحروب. حبهم للدين وحماية الإسلام كانوا في طليعة الجيوش الإسلامية التي دافعت عن الأمة. ثالثا، مواقف أثبتت صحة الحديث عبر التاريخ. موقعة عين جالوت 12 مم. الجيش المصري بقيادة السلطان سيف الدين قطز قضى على المغول الذين دمروا بغداد وحمى العالم الإسلامي. حروب الصليبيين، المصريون بقيادة صلاح الدين الأيوبي حرروا القدس من الصليبيين عام 1197 مثقال. حرب أكتوبر 1973، الجيش المصري أثبت بأسه وشجاعته حين حقق مفاجأة عسكرية كبرى في التاريخ الحديث. عبر كل هذه الأحداث أثبت الجيش المصري أنه حقا خير أجناد الأرض، وأن حديث النبي لم يكن مجرد كلمات، بل شهادة نبوية باقية عبر التاريخ. إذا كنت فخورا بجيش مصر وأبطاله، فلا تنسى دعم هذا الفيديو بالمشاركة والتعليق بتحيا مصر.